في بادرة جديدة ولأول مرة مؤسسة التلفزيون الأردني تقيم مأدبة إفطار للمؤسسات الإعلامية وجولة في برنامج رمضان معنا أحلى. نعم. برنامج رمضان معنا أحلى هذا العام ذهبنا فيه إلى المحتوى. هناك في محتوى وطني، هناك في محتوى معلوماتي، أيضا رحنا للمحتوى تجاري، وبالتالي زدنا عائدات هذا البرنامج المالية. هناك جوائز نوعية، 3 سيارات، 3 سكوترات، حوالي 5000 دينار تقريبا يوميا توزع بين نقدي وأجهزة كهربائية وسفرات وأكثر أحيانا. سنركز باستمرار على أن برنامج رمضان معنا أحلى هو برنامج له محتوى وفورمات ثابتة وواضحة، تقدم جرعة وطنية للمشاهد الأردني، وتقدم معلومة جيدة وأيضا جوائز قيمة، وهذا اللي راح نركز عليه باستمرار يعني. طبعا أول شيء أنا بفتخر إني كنت بموقع تاج الإخباري، أعطاني أكيد خبرة لمدة سنة كاملة، وكنت كتير مبسوطة بالعمل معهم. اليوم أنا طبعا بقدم رمضان أحلى بالتلفزيون الأردني، ودائما عندي نظرة اللي هي إنه الخبرة تتواصل معك بكل مراحل حياتك أكيد، فدائما أصحاب العمل قبل هم اللي بيكسبوكي الخبرة. طبعا تحية لكل حدا من موقع التاج، وإن شاء الله إنه نكون اليوم قد المسؤولية اللي إحنا محطوطين فيها، وتشرفت فيكم. تجربة كثير حلوة ومميزة، مش الأولى. أنا كنت على رمضان معنا أحلى قبل سنتين وقت فترة الكورونا، فبقدر أحكي إنه أنا لاحظت إنه في تغير مشهود يعني من هذيك الفترة لهاي الفترة. أكيد سنة مختلفة بفقراتها وبجوائزها، عندنا جوائز كثير كبيرة، السبونسرز هاي السنة كثير أكبر، إن كان مادي أو عيني أو زي ما أنتم شايفين سيارات، موتورات، أشياء مختلفة. أحلى شيء كان بالنسبة لي هاي السنة صلتنا مع المشاهد أو المتابع، وكيف انه زرنا المحافظات، تعرفنا على اشخاص من المحافظات، خلقنا هاي الصله اللي ما بيننا وما بين المشاهد لاول مره، فبنحاول قد ما بنقدر انه جد يصير في كونكشن بيننا وبينهم.